وها هو رئيسنا الهمام يواصل جولاته الخارجية بحماس منقطع النظير باحثا عن صكوك الشرعية. وها هو السيسي يصل بحفظ الله إلى الفاتيكان ويقابل البابا. لتخرج الصحافة الإيطالية عموما وجريدة لا ستامبا خصوصا لتحتفي باللقاء وتقول نصا: ظهر السيسي مبتسما وأخرق إلى حد ما. وها هو يقدم كبار أعضاء الوفد المرافق له للبابا ويهدي البابا صندوقا مزخرفا بالفضة. أخرق؟ إيه أخرق دي؟ خدنا كلمة الأخرق وذهبنا لمجامع اللغة العربية لنتأكد من معناها. ده الرئيس برضه مش أي كلام. فقال لك الأخرق هو الأحمق، ومعجم تاني قال لك هو المعتوه الذي لا يجيد عمله، وقال لك في معجم آخر الأخرق هو اللي وصفه سيدنا عمر بالسبهللة، وهو الذي لا يجيد حتى صغائر الأمور ومعروف بتصرفاته الطائشة. المصورين الإيطاليين كمان كانوا في وضع صعب جدا بالنسبة لهم، لأن لو حضرتك ليك شوية خبرة في التصوير هتلاقي من الصعب جدا إنك تصور واحد أخرق. وغاص نشطاء تويتر في حكاية الأخرق دي لأنها شغلتهم جدا. فأحمد محسن قال لك السيسي زار الفاتيكان 22 دقيقة فبدأ مبتسما وأخرقا. والله قالوا أخرق، ناس بتفهم، جابوا آخره بعد تلت ساعة. فيفا عظيم رد عليه وقال له إن الأمريكان بيتفشخروا على العالم إن عندهم رئيس أسود، والمصريين هيتفشخروا على الأمريكان والعالم كله إن عندهم رئيس أخرق. فطلال علي علق وقال لك هو مش أخرق يعني، لكن هو تدريبه المخابراتي علمه يظهر بصورة الأخرق عشان الخرقة يصدقوه. فقام أحمد حسن رادد عليه بزعل جدا وقال إيه الكلام السخيف اللي بتقوله لا ستامبا الإيطالية ده؟ يعني إيه ظهر أخرقا نوعا ما هو يا أخرق يا مش أخرق. عموما سيبكم من الأخرق. بيقول لك في قصة قصيرة جدا إن محمد نجيب قال لعبد الناصر السلطة للشعب، فعبد الناصر رد عليه وقال له ده عند أمك، ومن يومها واحنا كشعب من يومها واحنا بنلبس. انتهت القصة القصيرة. اما بالنسبة لكم عايزين الاخرق، ها هو الاخرق فاهنأوا به الى حين. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل.